السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأشقاء في السودان، فأهلا ومرحبا بكم في فيديو متجدد مع حضراتكم. متابعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان المغرب 2025، الانطلاقة المميزة للمنتخب السوداني سواء في تصفيات كأس العالم أو سواء هنا في تصفيات أفريقيا أو حتى على مستوى الأندية نادي الهلال والمريخ، والتجربة الناجحة حتى الآن مع كواسي إبيا الذي يحقق نتائج إيجابية مميزة مع المنتخب السوداني بعدم الخسارة بالفوز في كل المباريات ما عدا تعادل وحيد. بالنسبة للمجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية، بعد هدف أبو بكر عيسى في ضد النيجر وحصد 3 نقاط كانت مهمة جدا في انطلاقة المباريات، فالبدايات دائما ما تكون صعبة لكن جاءت مكللة بالنجاح للمنتخب السوداني. كلنا كنا منتظرين المواجهة الأخرى التي تجمع غانا بضيفه أنجولا، بينما تشير عقارب الساعة إلى الدقيقة 90 من زمن المباراة وظن الجميع أن المباراة تنتهي بالتعادل. فاجأنا منتخب أنجولا بهدف 1 مقابل لا شيء خارج الديار ضد منتخب غانا. فوز غالي وثمين جدا للمنتخب الأنجولي، فوز صعب جدا لأنه صعب المجموعة بعض الشيء، لكن من الوهلة الأولى احنا منافسنا في المجموعة منتخب أنجولا. غانا متراجع مستواها، النيجر متراجع مستواها، نقدر نكسبهم؟ أقول لك أيوة نقدر. منافسك الحقيقي مين؟ هو منتخب أنجولا. المنتخب السوداني في المجموعة يعني بيلعب على فرصتين، سواء الصدارة أو سواء المركز الثاني مش هتفرق كتير، المهم في النهاية يكون أحد البطاقات المترشحة والمتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في النسخة رقم 35 من تنظيم المغرب 2025 مع بداية 2026 إن شاء الله تعالى. ترتيب المجموعة الحالي: المنتخب السوداني لديه 3 نقاط في الصدارة ومعاه بلس هدف واحد. نفس النظام أو نفس الدرجة أيضا المنتخب الأنجولي معاه 3 نقاط وبلس هدف واحد. غانا والنيجر بدون نقاط، ثالث ورابع المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى. خلاص الماتش اللي جاي ننتظره جميعا الاثنين القادم، الجولة الثانية 9 من سبتمبر الساعة 6 مساء ده توقيت القاهرة، هيكون 5 مساء توقيت السودان. النيجر تستضيف غانا، النيجر هتستضيف غانا الساعة 5 مساء يوم الاثنين يا شباب بإذن الله تعالى. أما الساعة 9 مساء بتوقيت السودان هيكون 10 مساء في القاهرة. أنجولا بتستقبل المنتخب السوداني. المنتخب السوداني سيكون ضيفا قويا وثقيلا على المنتخب الانجولي، لكن في نفس التوقيت لابد من الاستعداد الجيد لان احنا رايحين نواجه اقوى خصوم المجموعه. المنتخب الانجولي القوي بدنيا، المهاري، السريع، اللياقه البدنيه العاليه، عندهم خبره افريقيه، شفناهم في كاس الامم الافريقيه الاخيره الوصول لدور الثمانيه، محققين نتائج ايجابيه مميزه جدا في البطولات الافريقيه، وبالتالي على ارضهم وسط جماهيرهم الماتش مش هيكون سهل. انا من وجهه نظري لو حصلنا على ال3 نقاط ده هيكون شيء عظيم طبعا وهيقرب المنتخب السوداني من التأهل إلى نهاية البطولة، لكن لو رجعنا من هناك من أنجولا بنقطة هيكون عامل مميز ونحافظ على الصدارة بعد جولتين ونقترب، يعني خلاص هيكون عندنا 4 نقاط، هنقترب من التأهل ونحافظ على حظوظنا في الصدارة قبل الجولة الثالثة والرابعة اللي هيكونوا ضد المنتخب الغاني في شهر 10 اللي جاي بإذن الله تعالى. يبقى كواسي إبيا لازم يركز على الحالة الدفاعية، إنه لو ما سجلش هدف عليه ألا يستقبل أهداف في هذه المواجهة، فبالتالي الهدف الأول الحفاظ على نظافة الشباك ثم البحث عن هدف من المرتدات السريعة. إن جاء الهدف نقول خير وبركة، وإن ما جاش الهدف يبقى حافظنا على نظافة شباكنا وخطفنا نقطة من أنجولا في أقوى خصوم المجموعة. لايك وشير واشتراك، منتظر آراء حضراتكم في قسم التعليقات. بشكركم جزيلا على كلماتكم الإيجابية. أشقائنا في السودان دمتم في أمان الله وحفظه.